تخيل تبقى ماشي بشنطة تمنها ممكن يجيب لك عربية BMW او شقة جديدة. انت متخيل المقارنة اساسا عاملة ازاي؟ يعني كفة فيها شنطة وكفة فيها عربية. الشنطة الشهيرة بيركن، البراند الفرنسي اللي بيقولوا عليه اغميز، الشنطة اللي بقت رمز للرفاهية وبرضه رمز لجنون الاسعار. ايوه طبعا جنون، لما سعرها يوصل مئات الالاف من الدولارات يبقى جنون. بس يا ترى ايه تاريخ الشنطة دي؟ وليه سعرها غالي قوي كده؟ ويا ترى ايه تكلفة تصنيعها الحقيقية؟ وليه اساسا حتى لو انت معاك الفلوس صعب ان انت تشتريها؟ وايه حكاية الاشاعات اللي طلعت انها بتتصنع في الصين؟ هل الناس دي بتضحك علينا فعلا؟ تعالوا مع بعض نحكي الحدوتة من اولها. الحدوتة بدأت سنة 1984 على رحلة طيارة من باريس للندن. كان في ممثلة ومغنية بريطانية شيك كده اسمها جين بيركن، كانت قاعدة جنب جون لويس دوماس المدير التنفيذي وقتها لشركة إرمز. جين كانت مشهورة انها بتستخدم سلة كده كأنها شنطة، وجون سألها ليه ما تشتريش شنطة بدل السلة دي؟ قالت له مع الأسف مفيش شنطة شيك هتكفي أغراضي دي كلها. رد عليها وقال لها طب ليه ما تشتريش شنطة بجيوب؟ قالت له والله اول ما ارمز تعمل شنطه بجيوب هرمي السله وهشتريها. ساعتها الراجل اتحمس جدا وقعد يسالها عن مواصفات شنطه احلامها. نفسك الشنطه تبقى عامله ازاي؟ فمسكت ورقه ورسمت له التصميم اللي في خيالها، فقال لها بما انك انت اللي رسمت التصميم ده احنا لو عملنا الشنطه دي هنسميها باسمك. وهي وافقت. الراجل خد التصميم وراح الشركه وقال احنا لازم نعمل الشنطه دي، وفعلا بعد كام شهر قدروا يعملوها وسمت الشنطه باسم بيركن تكريما ليها لان هي صاحبة الفكرة. ولكن اول ما طلعت الشنطة دي ما باعتش كتير او ما كانش الناس مهتمة بيها، لان المسيطر على السوق وقتها في شنط الحريم كانت شانيل. شنطة بيركن دي بقى اول ما نزلت كان سعرها $2000. في الوقت ده $2000 ما كانش رقم قليل. في التسعينات بقى الدنيا اتغيرت، شنطة بيركن سعرها بدأ يطلع. طب ايه السبب؟ الستات الشيك المشاهير بقوا يمسكوها، وده خلى الناس اللي عندها هوس المشاهير انها عايزة الشنطة، وفضل سعرها يعلى لغاية سنة 2020 لما وصلت $11,000. بس طبعا دي الشنط العادية، في اصدارات من بيركن بتكون نادرة وقفوا تصنيعها، مصنوعة من جلود خاصة زي اللي اتباعت سنة 2016 $300,000. وفي تصميمات معينة من شنطة بيركن وصل سعرها $450,000، يعني تقريبا $500,000. باختصار بيركن اتحولت من شنطة اتولدت بالصدفة على بطن طيارة لأسطورة في عالم الموضة والاستثمار. ايوه انت ممكن تستثمر فيها لان سعرها بيزيد كل سنة. طب ايه سبب ارتفاع سعرها المبالغ فيه؟ بقى معقول الجلود وشوية المعادن اللي في الشنطة يوصلوا سعرها انها تبقى كده؟ شوفوا هو في اسباب كتير جدا، اسباب متعلقة بالجودة واسباب متعلقة بالشطارة التسويقية، والاهم من ده كله هوس الناس بالبرستيج. طب تعالوا مع بعض نفصص الاسباب دي اللي خلت الشنطة سعرها غالي. اول حاجة الشنطة بتتعمل بالايد مش بالماكينة، يعني هاند ميد. الشنطة بيصنعها حرفي واحد وبايده من الاول للاخر، والشنطة الواحدة بتاخد لها حوالي 18 ساعة صناعة، واحيانا اكتر من كده بكتير لو كان الجلد بتاعها صعب زي جلد التمساح مثلا. يعني مفيش خطوط انتاج تطلع الاف الشنط في اليوم. تاني حاجة الخامات الغالية والنادرة. إرمز بتستخدم افخم واغلى الجلود في العالم، جلد عجل فاخر، يعني عجل ابن ناس، يعني جلد زي بتاع النعام والتمساح، معادن مطلية بالذهب وساعات معادن مطلية بالبلاتين. الخيوط نفسها بتكون خيوط مستوردة معينة كده. يعني من الآخر الشركة بتقول إن سبب ارتفاع السعر هو جودة الخامات والشغل اليدوي. يعني أنت مش بتشتري شنطة جلد، أنت بتشتري قطعة فنية مصنوعة من مواد غالية. تالت حاجة قلة الإنتاج بتاعها. إرمز بتنتج عدد قليل جدا من الشنط دي في السنة الواحدة، يعني ممكن تروح الفرع بتاع إرمز ما تلاقيش إلا شنطة واحدة بس عندهم، فالطلب عليها أعلى بكتير من المعروض.
وقانون الاقتصاد بيقولك ان لو العرض قليل والطلب كتير السعر يولع. اهو قلة الانتاج ده متخطط له من شركة إرمز علشان تخلي الناس تدور على الشنطة، بتعزز حاجتها. يعني انك تخلي اي منتج صعب الحصول عليه قيمته بتزيد عند الناس، خاصة لو انت براند كبير. والاستراتيجية دي خلت الناس عندها استعداد تعمل اي حاجة عشان تاخد الشنطة، وده بيزود السعر اكتر واكتر. وما ننساش طبعا اسم البراند، ما تنساش ان إرمز اسم عريق من القرن ال19 وعمل سمعة انه قمة الفخامة، والشنطة منه ما تبقاش مجرد شنطة عادية، دي رمز للمكانة الاجتماعية العالية. وطبعا ما ننساش النجوم العالميين اللي عملوا للشنطة سعر. في ناس عندهم هوس بالمشاهير، لما الست تلاقي كيم كارديشيان او جيجي حديد معاها البركن بتخلي دماغها دايما ان انا عايزة كمان واحدة. والله لو عايز ادفع، ما تنساش ان انت بتدفع كمان تمن البراند، انت في الاخر معاك شنطة إرمز. شفت بقى الميكس ده كله؟ خامات فخمة، حرفية عالية، ندرة في الانتاج، اسم عريق خلى الشنطة سعرها مولع. نيجي بقى للسؤال الاهم، هل الشنطة تستاهل السعر ده كله؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده تعالوا نعرف مع بعض القيمة الفعلية لتصنيع شنطة بيركن. في جماعة خبراء في الموضة وصحفيين ومحللين وناس في الصين قعدوا يحللوا كده مع بعض تكلفة التصنيع للشنطة البيركن، ولقوا ان السعر التقريبي للتصنيع لشنطة 30 سنتي حوالي $800. ولو كانت جلد التمساح اللي هو الجلد النادر اللي بيقولوا عليه بتكون تكلفتها $1000. واليومين اللي فاتوا دول بقى انتشر فيديو لعامل صيني قاعد يفك شنطة ويحسب تكلفتها حاجة. الجلد $450، الخيط الفرنسي $25، الاكسسوارات المعدنية حوالي $150، الطلاق بتاع الحواف حوالي $50، البطانة الشموات الداخلية $100، السوستة حوالي $10. يعني التكلفة الإجمالية ليها حوالي $785. يعني احنا ماشيين في الطريق الصح، حوالي $800. يعني الحاجة $800 دي بتتباع لك في الآخر بكام؟ $10,000. يعني إرمز بتضرب التكلفة في حوالي 12 ضعف وتبيع لك الشنطة، والشنطة اللي بتتكلف حوالي $1000 بتتباع لك $40,000. يعني اضرب في 40 ضعف التكلفة يا باشا. طب ال40 ضعف وال10 أضعاف دول بتدفعوا ليه؟ اسم البراند فقط لا غير. يا أخي حتى لو اللي هيصنع لك الشنطة دي كريستيانو رونالدو شخصيا هياخد فيها كام يعني؟ أصدمك بقى وأقول لك على حاجة، لو أنت معاك سعرها مش هتقدر تشتريها برضه. يعني مش هينفع تخش المحل تقول له لو سمحت يا إرمز أنا عايز شنطة بيركن، يقول لك اتفضل يا باشا. أنت هيتعمل لك انترفيو قبل ما تشتريها أصلا، كأنك داخل تتقدم لواحدة. لازم الأول تكون زبون تقيل عندهم وتكون بتشتري منهم حاجات كتير. يعني أنت شاري من عندهم قبل كده سكارف أو شنطة، يعني عامل CV عندهم، مش عامل هفق. يعني انك تكون زبون قديم عندهم، مش داخل على طمع يا بيه وعايز تاخد الشنطة وتمشي. احنا بنتنا ما نديهاش لأي حد، هنديها للي بيقدرها. وفي الآخر احنا بنشتري راجل، ولازم يكون عندك علاقة قوية مع البياع هناك، لأن الشركة في الآخر بيعملوا فوت، يجيبوا البياعين كده ويقولوا لهم يا جماعة مين يستاهل نديله شنطة بيركن السنة دي؟ هيقولوا والله فلان ده بيشتري من عندنا، بس التاني اشترى من عندنا بحاجات أغلى السنة دي. فبالمقارنة بينهم احنا شايفين ان ده هو اللي يستاهل الشنطة. المهم بعد ما تثبت ليهم الولاء والانتماء وان انت بتعشق التراب اللي هم بيمشوا عليه، لازم برضو تصبر. والله احنا هنكلمك في حدود سنة كده لو في شنطة متاحة. طب لونها هيكون ايه وشكلها عامل ازاي؟ انت كمان بتشرط؟ هو في شنطة او 2 من الموجودين واللون احنا اللي هنختاره لك كمان. عالم جرابيع صحيح. المهم بعد ما تقعد تصبر عندهم وتصرف ملايين عندهم، هيتصلوا بيك يقول لك مبروك يا فندم احنا اخترناك ان انت تمسك شنطة بيركن اصلية، تعالى في المكان الفلاني عشان تشوف العروسة. طبعا بقى انت هتروح بقى وياه انا اخيرا همسك شنطة بيركن. تقعد في اوضة كده ويدوك شنطتين، واحدة مثلا لونها ابيض والتانية برتقاني. عايز مين فيهم يا حبيبي؟ انا عشان ما بحبش الابيض فهروح للبرتقاني وخلاص، وانت كان نفسك في البني. ده النظام عند إرمز. هل ده جنون؟ طبعا جنون. هل في اي حاجة في الدنيا تستاهل انك تعمل عشانها كده؟ لا طبعا. في الاول وفي الاخر هي شنطة. طب نيجي بقى للسؤال الاهم،
هل البراندات دي بتضحك علينا وبتصنع حاجتها في الصين وتحط اللوجو بتاعها وتبيعها لنا على انها مصنوعة في فرنسا؟ يمكن سمعتوا عن موقع اسمه DHgate اللي بيتباع عليه تقليد او هاي كواليتي للماركات دي. بدل ما تروح لإرمز ويقعدوا يذلوا فيك على الشنطة وانت راجل كبارة كده ملياردير، خش يا عم على الموقع الصيني وهات لك 7 8 وكل الالوان اللي نفسك فيها. بس دي بتبقى ميرور زي ما بيقولوا. طب فعلا الشنط الاصلية دي بتتصنع في الصين؟ دي لو طلعت كده فعلا تبقى فضيحة القرن، خاصة ان الصين قلبت العالم كله بعد قرارات ترامب، وطلعوا فيديوهات ان هما بيحطوا الختم بتاع ميد ان فرنسا عشان تضيع، وفي ناس صدقت الموضوع ده حتى إرمز نفسها طلعت وقالت مفيش ولا شنطة من شنطنا بتتصنع في الصين، وكل الماركات العالمية نفت الموضوع. انا واحد من الناس اشتريت من DHgate. هقول لك على حاجة، الشنط اللي في DHgate مش اصلية ولكنها طبق الاصل، وعلى فكرة في مشاهير كتير جدا بيجيبوا من عندهم. مش كل المشاهير اللي انتوا بتشوفوهم ماسكين الشنط الاصلية، اغلبهم بيجيبوا تقليد. اشهر الفنانات العرب اللي مش هقول اسمها بتجيب تقليد، لان دايما في خيالك دي اكيد ماسكه الاصليه. شوفوا DHgate عامل زي سوق الجمعه بس بتاع الصين، بياعين كتير جدا ومش كل الخامات عندهم واحده. في ناس بتديك منتج محترم وناس لا، وفي ناس بتديك منتج فعلا ما تقدرش تفرقه بينه وبين الاصلي، عايز واحد خبير. فهل فعلا الماركات الغاليه دي تستحق ان انت تشتري منها؟ في مثل حلو قوي بيقول اسرع طريق للفقر هو انك تحاول تبان غني. ده الموضوع باختصار. كان معاكم احمد صلاح وحواديت ابو صلاح، سلام عليكم.